تعالي اقولك على 10 نصايح ان كنتي عروسه او حتى بنوته بتحبي تعملي ميك اب، هيفيدوكي جدا جدا في ان الميك اب يبقى شكله حلو وثابت وشكلك يبقى جميل في يوم. قبل ما نكمل الفيديو انزلي دلوقتي اعملي لي لايك تحت وقولي لي ايه رايك في الفيديو في الكومنتات. تعالي اقولك على حبه نصايح تعملي لي الميك اب هيبقى شكله جميل جدا وثابت معاكي طول اليوم. اول حاجه انت لازم ما تبقيش عامله تنظيف بشره خالص قبل المناسبه اللي عندك، على اقل حاجه باسبوع، لان تنظيف البشره مهما كان خفيف وسطحي مش هيعمل حاجه بجد، هيسيح الميك اب جدا 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 جدا. تاني حاجه وانتي بتعملي الميك اب لازم تبقي مرطبه عينيكي وشفايفك، تحت عينيكي وشفايفك ووشك جدا بالمرطب المناسب ليكي حسب نوع البشره. الميك اب ارتست هترطبهولك او انتي هترطبيه مش فارقه، المهم الترطيب الترطيب الترطيب. يستحسن ان انتي قبل ما تحطي الميك اب تبقي متاكده ان مفيش شعر خالص، لا في الوش ولا في منطقه الشنب او حتى في الحواجب، لانه بجد بيبان في الميك اب جدا الشعر وبيبقى شكله مش الطف حاجه. لازم كمان ان كنتي هتعملي انتي الميك اب لنفسك او هتعرفي ميك اب ارتست، لازم تعرفيها ان وشك ايه نظامه. في وش بيعرق ميه وفي وش بيعرق دهون، على الاساس ده هي هتعرف تستخدم البرايمر الصح. لازم تبقي مفهماها انتي طبيعه وشك ايه بالظبط. في طبيعه وش بيعرق من هنا بس، في طبيعه وش زي وشي بيعرق من هنا، كل ده عرق بس ولكن مش عرق الزيوت، عرق ميه، ده وشي انا الشخصي. فلازم طبعا انتي تبقي فاهمه وشك، لان على الاساس ده هي هتستخدم برايمر معين مناسب لوشك انتي. عشان توصلي للدرجه الصح في الفاونديشن او في الكونسيلر نحاول ان احنا نجربه في المنطقه دي. المنطقه دي اكتر منطقه قريبه لوشك لدرجه وشك الصح، لان بقيه المناطق هنا بتبقى اسمرت من الشمس ومن عوامل تانية او حتى على رقبتك بيبقى لون البشره صح. حتى اي ميك اب ارتست هتلاقيها عشان تحط لك الفاونديشن بتحط لك حسب درجه رقبتك ودرجه جسمك، لان طبعا الوش بيبقى بيتعرض لشمس وبيتعرض لحاجات تانية بيسمر، فهي بتلاقي الدرجة هنا. ولكن هتستخدمي درجة فاتحة انتي مع نفسك في البيت، هتستخدمي درجة فاتحة لازم تتأكدي انك عاملة كوريكتور كويس، بستخدمها قبل الدرجة الفاتحة اوي درجة اغمق ككوريكتور او ككونسيلر، عشان احنا لما بنستخدم درجة فاتحة على طول في الوش بيديني زي رمادي، لون رمادي بيبقى لون وحش جدا. اهم حاجه برضو عشان الميك اب بتاعك يبقى حلو تبقي مهتميه بالروتين بتاعك، ان كان بسكراب كل اسبوع، ان كان بازاله الشعر، ان كان بالغسول بتاعك وبالمرطب، والاهتمام بالمنطقه تحت العين لو عندك حبوب تحاولي تعالجيها. كل الحاجات دي يوم فرحك او قبل ما تستخدمي الميك اب بتاعك هيبقى هتساعدك ان الميك اب بتاعك او شكلك في اليوم ده يبقى كويس جدا، وتتجنبي حاجات كتير ممكن انتي ما تحبهاش، زي مثلا ان الوش لو مش مترطب كفايه هيغير وهيشقق، زي مثلا لو انتي وشك مليان حبوب الميك اب ارتست مش هتعمل حاجه غير ان هي مجرد هتوحد لون الحبايه دي مع لون وشك، مش هتقدر تخفيها، دي عيب واضح في الوش نفسه مش هتقدر ان هي تخفيه. فنحاول ان احنا من قبل المناسبه اللي عندنا او من قبل الفرح اللي عندنا ان احنا نحاول نعالج بشرتنا عشان يوم الفرح ما نقعش في مشكله الوش شكله مش حلو بالميك اب. منطقه حوالين الشفايف من اكتر المناطق اللي بتسمر عند العرايس، المنطقه دي احنا نحاول ان احنا ما نقربش منها المعجون، ما نقربش منها زبده الكاكاو بتاعت الشفايف عشان ما تسمرش، لان المنطقه دي العرايس لما بتيجي نعمل لهم الميك اب بنلاقي ان المنطقه دي جامقه عن الوش بيبقى جامق عن الجسم، والمنطقه دي جامقه عن الوش، فنحاول نتجنب الحاجات اللي ممكن تسمرها. الحواجب من الحاجات اللي احنا لما بنيجي بنرسمها على حسب طبيعه الكلاينت اللي عندنا او العروسه اللي عندنا. فلو انتي في الاساس هتعملي ميك اب لازم تبقي يا اما رسمه حواجبك من الاول صح، ان كانت بالموس او بالشفره او باي حاجه رسماهم صح، او حتى لو الميك اب ارتست بتاعتك هتعمل لك الحواجب بتاعتك بالشفره لازم تبقي مفهماها ان انتي مش عايزه نشيله جزء كبير، مش عايزه نعمل حاجه، لان في مشاكل بتبقى حرفيا بين الميك اب ارتست وبين الكلاينت او العروسه ان هي شالت لها من الحاجب من غير ما تتفق. خلي بالك انك لازم تبقي متفقه كويس جدا مع الميك اب ارتست بتاعتك ان انت عايزه الحواجب بتاعتك تبقى بشكل معين، حتى لو شالت منها شعر ونضفت من فوق او من تحت
هي ممكن الشعر ده بيبقى بالنسبه لها شعر زياده، ولكن في شعر بيبقى من الحاجب نفسه، فلازم تبقوا متفقين مع بعض ان انتوا في حد معين هتشيله من عنده عشان ما يحصلش لا قدر الله مشكله في اليوم ده. وتاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، بلاش تنظيف البشره. تنظيف البشره بيعمل ايه؟ تنظيف البشره بيشيل طبقه جلد احنا بنحط الميك اب عليها وبنثبت عليها. لما انتي بتشيلي لي الطبقه دي، انا باجي على طبقه الوش اللي موجوده دلوقتي احط الميك اب ما بيمسكش. ليه؟ لان الطبقه اللي انا بحط عليها باودر وفاونديشن وبثبت عليها الطبقه دي انتي شلتها لي. فاحنا بنقول اقل حاجه اسبوعين، ليه؟ عشان الوش يرجع يكون الطبقه دي، ولما اجي انا احط الميك اب ما يسحش معايا. بس كده، دول كانوا 10 نصايح للعروسه او لاي بنوته هتعمل ميك اب، هيفيدكم جدا. يا رب الفيديو تبقى استفدتوا منه باي حاجه في الدنيا. متنسوش تعملوا لي لايك وتقولوا لي تحت في الكومنتات عايزين نتكلموا عن ايه تاني. كانت معاكم مريم، سلام.